انت ليه خنتني؟ ليه خنتني يا سنافر؟ سرقت زبايني، سرقت شغلي، وانت خاين وحذرت وقلت له ما تقولنيش يا سنافر. انت خاين يا سنافر وما سمعش كلامي. دي بكل بساطة كانت كلمات الحاج محمد شهاب صاحب جزارة ومطاعم شهاب اللي موجودة على الأغلب يعني بعد ما بحثنا في اسكندرية. الفيديو ده لفت نظري لأن أول مرة أشوف فيديو بالشكل ده وحد بيتهم ناس بالخيانة على الملأ، والناس دول مين؟ الرجالة اللي شغالين معاه. البداية تقريبا من احتفال كان عامله الحاج محمد شهاب في مطعم من مطاعمه، المهم كان كل الناس اللي شغالة معاه وحبايبه وجيرانه موجودين معاه في الاحتفال ده زي ما هتشوف كده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله نحمد الله عز وجل. انا بشكركم جميعا كده كلكم كل الناس، الحمد لله رب العالمين. علشان فجأة وفي وسط الكلام يخطف تليفون من ايد حد كان بيصور وهو الشخص اللي اتهمه فيما بعد انه خانه. على اظهار الحق. الحمد لله. انت ليه خنتني؟ ليه خنتني يا سنافر؟ ده انت ابني. ليه يا سنافر؟ سرقت زبايني، سرقت شغلي، رحت عملت اللي عملته، قلت عليا كلام وحش. انا بسرق في الميزان يا رجالتي؟ انا بسرق في الميزان؟ احنا عندنا لحمه مستورده في دكاننا؟ سنافر خان. شويه ويقوم موجه اللوم على حد تاني ويتهمه انه خانه وقام قايل له الكلام ده. وانت خاين، انت خاين كمان مع حماده. رحت ذبحته وخدت العربيه بتاعت الثلاجه وطلعت بيها مشاوير. ليه خنتوني؟ شويه وراح مقرب من شخص من اللي كانوا موجودين واللي كان خطف منه التليفون في اول الفيديو، واللي على حسب ما فهمت كده انه كان دراعه اليمين وكان بيعتمد عليه في كل حاجه، وقام قايل له الكلام ده. وحذرت وقلت له ما تقولنيش يا سنافر، انت خاين يا سنافر وما سمعش كلامي. اعطيته فرصه واثنين وثلاثه، لكن واضح ان هو بيكرهني ما بيحبنيش. بين ان هو بيحبني بس طلع خاين. عمل شغل من ورا مني، خد الزباين بتاعتنا، حتى خان الزبون بيجيب له لحمه مستورده ويعمل له فطور بالسنيبر وبالمكسرات يا سنافر. ليه كده يا سنافر؟ ليه؟ خنتني ليه؟ انا قصرت معاك في حاجه؟ انت جاي لي عيل صغير ومجنون، بقيت الحاج احمد، قعدتك على ترابيزتي، خليتك تسوق عربيتي اللي ما حدش ساقها من عيالي، كل اسراري قلتها لي. ليه يا سنافر؟ ليه تخوني؟ ليه كده؟ انا قصرت معاك في حاجه؟ وابتدى الحاج محمد يسرد انه قد ايه ساعده وقد ايه سنده وما كانش يستاهل منه الخيانه اللي خانها له دي. جواز وجوازها، ارض وساعتها، عربيه بمثلك، عمر وقضيتك، امك تعبت وقفت معاك. عيب ان انا اقول الكلام ده بس خليتني اقوله. ليه يا سنافر خنتني؟ رحت قلت لكل الناس محمد شهاب حرامي بيسرق الميزان. وابتدى كمان يسرد اسماء الاشخاص كحجه ودليل على الشخص ده انه خانه. عمرو مصلحي ومحمد مصلحي مش قالوا لي، انا مش عاوز الاسامي دي، ده غير المهندس فهمي، ده غير اسلام، غير ناس كتير. علشان لما الشخص ده ابتدى ينكر ويقول ما حصلش ده كان رد الراجل عليه. برضه يعني كل ده اطلع لك الفيديوهات يا سنافر. اخر فيديو طلعته للحاج جابر وانت لسه بتقول له انا لسه عندي شهاب. يا سنافر انت مش واخد بالك؟ ايوه يا سنافر، انت معمول لك سي في كبير بكل الاسامي اللي انت خدتها، حتى الدكتور مصطفى. يا سنافر مش هطلع بقى خلاص، كفايه انت خنتني. انا مش هقول كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا لسامحك، مش عايز منك حاجه. اتكلم كمان على ان الشخص ده عمل مشروع والمشروع ده خسر وفشل والحاج محمد ده سدد له ديونه ووقف جنبه وساعده. بس انت ابتديت مشروعك الجديد كله حرام في حرام. المشروع الاول جيت قلت لي هفتح محل وفشلت، وجيت تعيط ودفعت لك اللي عليك وكنت هتتسجن ودفعتهم لك، لكن المره دي انت خنتني ولفيت على الزباين كلها وعامل فيديو حلو قوي 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 وريته لكل الزباين. السي في بتاعك كله عند زباين. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انا مش متخيل ان انت خاين وحرامي. ده انت حرامي، ده انت حرامي وخاين. بس في النهايه مش هقول غير كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وحماده بحر. علشان ينهي كلامه بالجزء اللي هتشوفه ده. انتوا اللي كده اديتوها سوا. حماده بحر بيربح لناس وانت بتربح لناس. عبد الهادي والعجول اللي جابها لك لحد مكانك عجلين عجلين، غير اللحمه اللي كانت بتتقطع وتتحط في اكياس جاهز. ليه؟ لا ده حماده اللي كان بيعملها مش انت. انت بتطلع اكياس مكتوب عليها اسمايل
ابتسم. انا خاين، اسكت. انا خاين محمد شهاب. لما جالي الفيديو ده واتفرجت عليه ونزلت اشوف التعليقات اللي تحت منه، لقيت التعليقات كلها بتشكر في سمعه الراجل ده، وان الراجل ده قد ايه محترم وكويس وراجل خير، وجزء كبير منهم مؤيدين اللي عملوا مع الرجاله اللي خانوه. بصراحه وجهه نظري ان الخيانه صعبه ومؤلمه، خصوصا لما هتكون من اقرب الناس معاك، والناس كمان اللي انت اكلت معاهم عيش وكانوا شغالين معاك. وبصراحه انا لاول مره مش هقول رايي في اللي شفتوه في اللي حصل ده، ولكن هسيبكم تقولوا رايكم. ان الراجل ده جمع الرجاله اللي معاه وقال لهم انتوا خنتوني، وخنتوني ليه بالشكل اللي انت شفته من شويه ده. هسيبكم تقولوا رايكم وربنا يصلح ما بين الناس. السلام عليكم.